السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصحة فطوركم اليوم مع فيديو جديد ألا وهو تزيين المصحف الكريم. أنا عندي هذا المصحف التجويد ديال ربع ياسين، هو اللي كنحفظ فيه، ويعني نتوما عارفين القرآن بقوة الاستعمال دي وجيب، يعني كيقدر أنه يتقطع ولا يوقع فيه شي حاجة. لهذا غنحاولوا أننا نغلفوه أو نزينوه بقطعة قماش، ومن ثم غادي تحافظ عليه مدة أطول. أنا صراحة هاد المقطع الجزء الأول ديال التغليف ديال المصحف، الفيديو مسحته بلا ما ننتبه، ولهذا خديت كتاب آخر من صديقة ديالي، وغادي نعاود الطريقة باش نكمل لكم الفيديو ما يجيش ناقص. المهم أننا ملي كنحطو كنشوفو كنخلي واحد المساحة صغيرة من الجانب، يعني قياس تقريبا 2 سنتيم أو 2 سنتيم ونصف. من الأحسن يعني نخليوه زايد حسن ما يكون عندنا ناقص. كنديرو مسدس الشمع وكنلصقوه من الجانبين. بعد ما غادي نلصقوه غادي نضغطو عليه مزيان باش كيلصق لنا. من بعد غادي نحلو الجهة الأخرى، يعني كيف ما كتشوفوا كنخليو شي شويه الثوب، ما كنصيروهش بزاف باش ما يجيناش التغليفه ديالو معوجه. من بعد غنقطعوا هذا القياس تقريبا نفس القياس اللي كان عندنا في الجهه الاخرى. يعني انا ما خدمتش بالعبار صراحه، خدمت عيني ميزاني وصافي. غادي ناخذ مسدس الشمع عاوتاني بنفس الطريقه، غادي نلصقوا هذا الجانب. من بعد غادي نديرو الغراء في هذا المكان هذا باش غادي نلصقوا الورقه الاولى ديال المصحف على هاد الجهه باش تغطي لنا داك الخلفه ديال الثوب، باش تكون عندنا يعني متقونه وزوينه في المنظر ديالها. بالنسبه للاوراق هانتوما كيف كتشوفوا، يعني الا كانوا مطويين ولا من الجوانب فغادي تسرحوهم مزيان وغتضغطوا على الغراء باش يلصق علينا بنفس الطريقه. غادي نديرو الجهه الاخرى. الان كنتاكدوا من الجوانب، واحد الجانب بقى ما ملصقش مزيان فزدت له الغراء كيف يعني الصوره غير واضحه كانت. فبنفس الطريقه كيف كتشوفوا يعني ما كيبقى لنا واحد المكان فارغ. من الاحسن انكم ديروا الغراء في الورقه وعاد تلصقوه، ما ديروهش في الثوب، لان كيبقى الا خرج على المكان ديالو كيبقى عايب. وبنفس الطريقه غادي ندورو على المصحف ككل، يعني باش نشوفوا الديفوهات اللي ممكن انهم يبقاو او انه ما يكونش لاصق لنا جيدا ويتفتح مع الوقت. فهاد الطريقه سهله جدا، وفكره لمشروع يعني مربح، ومشروع اللي ممكن انكم ديروه في شهر رمضان، وممكن انكم ديروه على مدار السنه، لان يعني القرآن الكريم فممكن أنه يتعطى كهدايا يعني لأي شخص عزيز، ممكن أنه يتعطى يعني كهدية للعروسين. يعني أي واحد ممكن ياخذ منكم هذا المصحف. ممكن أنكم يعني ديروه باك يعني فيه تسبيح، فيه لباس ديال الصلاة، فيه مجموعة من الأمور يعني، وتبيعوه كذلك بواحد الثمن اللي صراحة أنا ما عرفتش الثمن ديالو. من بعد كنزينو هاد المصحف، يعني كل واحد ممكن يزينو بالحاجة اللي بغا. أنا عندي هاد النصف ديال الحقيقة أو بيرلا، النصف ديالها كناخدو هاد الصور من كنديرو لهم امبريمي من البيسي، واللي عنده يعني كي امبريميهم في المنزل، واللي ما عندوش كيمشي للسيبر او المكتبه وكي امبريميهم. غادي نخلي لكم الرابط. بالنسبه لهاد الصوره كنقطعوها وكنقطعوا هاد البلاستيك.
المهم ممكن انكم ديروا هذا البلاستيك، ولكن انا كنفضل البلاستيك هذا اللي كيكون عندنا في البحوث، في الواجهه ديال البحوث، هو كيكون متين، وحتى ملي كنوضعوا الصوره عليه فكتثبت عليه بدون غراء، يعني كتحس بها ثابته وغتسهل عليكم طريقه ديال العمل كيف كتشوفوا. فهذه هي الطريقه. من بعد ما كنوضعوها في المنتصف كنوضعوا هذيك البلاستيك كيف قلت لكم، ومن بعد كناخذوا هذا الغراء ب 7000. هذا الغراء اللي هو ديجا كنت شريته يعني مده طويله، فهو يعني ما كيتحتاجش بزاف وكيبقى لكم يعني مده طويله. وممكن انكم تشريو غير الصغير، الناس اللي ما غاديش تاخذوه مشروع وغادي يصايبوا غير في البيوت ديالهم ممكن انكم تاخذوا غير الصغيره فقط. هذه الكبيره خديتها ب25 درهم. غادي نديروا الغراء من الجوانب ديال البلاستيك، ومن بعد غادي نلصقوه على الثوب. يعني طريقه ديال التزيين ممكن انكم تزينوا باي طريقه بغيتو والشكل اللي يريحكم، يعني هذه طريقه فكره فقط مني، وانتم بدعوا بطريقتكم الخاصه. ناخذ هذا النصف بيرلا وغادي نحاولوا اننا نلصقوها في الجانب ديال هاد الصوره. بالنسبة لهذه الطريقة فهي ليست الطريقة الوحيدة، فعندي طريقة أخرى اللي غادي تكون عندنا في آخر الفيديو، اللي غادي يكون عندنا فيها غير طريقة ديال التزيين ديال الواجهة ديال المصحف، يعني طريقة أخرى. يعني وانتوما ممكن أنكم تختاروا، قولوا لي طريقة اللي عجبتكم أكثر، واش طريقة رقم 1 أو طريقة رقم 2. من بعد كنبقاو نلصقو كيف قلنا هاد النصف ديال العقيقه، كنبقاو نلصقوهم. هاد العقيقه انا خديته كبير، ممكن تاخذوا الحجم اللي يناسبكم على حسب المصحف، الحجم ديال المصحف واش صغير ولا كبير. بالنسبه لهاد الطريقه كنصحكم انكم تجربوها، لانها طريقه سهله جدا، وحتى الناس اللي ما عمرهم ما فكروا أنهم يقوموا بالأعمال اليدوية أو شيء من هذا القبيل، فهي غادي تنجح لهم طريقة لأنها سهلة، يكفي أنهم يتبعوا المراحل بالتفصيل وبالتدقيق. هاد الطريقة ناجحة كيف قلت، ماشي 100% بل 1,000,000%. ممكن أنكم تعتمدوا هاد الطريقة لتغليف المصاحف ديالكم في البيوت ديالكم، ممكن أنكم تعتمدوها لتغليف الكتب المميزة واللي عندها قيمة عندكم، ممكن أنكم تعتمدوها كمشروع مدر للدخل بالنسبة لربات البيوت، أو بالنسبة للناس اللي عندهم يعني مداخيل محدودة، فممكن أنهم يخدموا هذا المشروع في شهر رمضان، فكيكون عليهم الإقبال كبير، وكذلك في باقي أشهر السنة، لأن المصحف الكريم فما كنهزوهش غير في رمضان، بل لازم أننا نقراوه طيلة السنة. ممكن أننا نعطيوه كهدية للأحباب والأصدقاء ديالنا، ممكن أنه يعني حتى العروس ممكن أنهم تصايبوا لها هدية بهذه الطريقة، وكذلك ممكن أنكم تبيعوه يعني ثمن، صراحة ما عرفاش ثمن غادي تلقاو في السوق يعني كيتباع، ممكن أنكم تسولوا الثمن، الناس اللي عارفين الثمن ديالو يكفي أنهم يخليو لنا ثمن في الكومنتير. بالنسبة لطريقة التزيين الثانية، فكناخدو هاد الغراء نفسه ديال ب7000، كناخدو هاد الورقة اللي ديجا طبعناها وغادي نقطعوها بهذا الشكل، يعني ما قطعناهاش بشكل دائري لأن عندها يعني هاد الحواف، وإلا درنا دورناها بشكل يعني
دائري، فغادي تجينا صورة كبيرة بزاف على هذا المصحف اللي هو ديجا صغير. كناخدو هاد البلاستيك ديال البحوث وكنقطعو على هاد الشكل، بحيث اننا كنزيدو غير واحد شويه كيجي خارج البلاستيك على الورق، يعني ما كنقطعوش قد كنقطعو الورق زايد البلاستيك عفوا زايد واحد شويه على الورق كيف ما راكم غادي تشوفوا معايا. الان كنوضعوا الغراء ديال ب7000 كنوضعوه فوق هاد الورقه، وغادي نحاولوا نلصقوها في المنتصف. بعد ما غنلصقوها غنلصقوا فوق منها البلاستيك ديالها، ومن بعد غادي نزينوها بطريقه اخرى. غادي ناخدو هاد الشريط هذا ديال التزيين، حتى هو فيه عقيقات ولكن ما عرفتش صراحه الاسم ديالو، فغادي نقطعوا هاد الشريط. عندي فيه شريطين، غادي نقطعوا واحد الشريط منهم بالمقص فقط، وغادي هاد لازاست خاص غادي نلصقوهم من الجوانب. ممكن انكم تزينوها كامله به، فانا اكتفيت انني نزينها من الجوانب. وكيف ما ديجا قلت لكم يعني كل واحد غادي يقدر يزين ويبدع بطريقته الخاصه. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بلا لايك، تابعوني لاخر الفيديو وبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. وكنتمنى ان هذا الفيديو يوصل اكبر عدد ممكن. دمتم في رعاية الله، والى اللقاء. على ما هداكم ولعلكم تشكرون.